السر هي الحزم. السلام عليكم، ازيكم؟ ازاي اتعامل مع اولادي لما ما يسمعوش كلامي، او ازاي اخلي اولادي يطبقوا القوانين والقواعد اللي احنا بنحطها في البيت من غير ما ابقى قاسي عليهم ومن غير ما اضرب ومن غير ما ازعق. كلمة السر هي الحزم. يعني ايه حزم؟ وايه الفرق بين القسوة والحزم؟ وازاي اطبق الحزم بطريقة صحيحة مع اولادي؟ كل ده هنعرفه في الفيديو. مبدئيا كده في فرق بسيط جدا ما بين الحزم والشدة، وما بين اللين والدلع. المطلوب مني ان يكون عندي حزم ولين في التربية. في الفيديو ده هنعرف ازاي نحقق الحزم مع اللين في تربية اولادنا. الحزم هو الاصرار والثبات على المبدأ، لكن القسوة معناها عنف لفظي او جسدي. علشان اطبق الحزم مع اولادي لازم يكون في قواعد وقوانين ثابته ومتفقين عليها. يعني مثلا انتوا متفقين ان ميعاد النوم الساعه 9، الساعه 9 جت، المفروض ابنك يقوم ينام. انت هتقولي له حبيبي وقت النوم جه، المفروض تقوم تنام. هيقول لك لا يا ماما انا مش نعسان، انا مش عايزه انام، انا جعان، انا عطشان. القسوه هنا انك تزعقي فيه وتقولي له قوم نام دلوقتي حالا والا هضربك، او ان انت تسحبيه من ايده وتروحي رازعاه في السرير. الحزم هنا بقى هتقولي له ميعاد النوم جه، هيقولك برضو نفس الاسطوانه، يا ماما انا مش نعسان، انا جعان، انا عطشان. بنفس الثبات الانفعالي بتاعك، بدون تكشير، بدون علو صوت، بدون عصبيه. هتقولي له دلوقتي وقت النوم. مهما حاول يتملص من النوم هتكرري نفس الجمله بنفس الثبات الانفعالي، وهتفضلي واقفه قدامه مش هتتحركي لحد ما هيروح ينام، والا في عواقب هو هيبقى عارفها. الحقيقه ياسر الحزيمي ليه تحليل حلو قوي في موضوع الحزم. بيقول ان في طريقتين الاباء والامهات بيتعاملوا بيهم مع اولادهم في موضوع الدلال والحزم. اول طريقه اما ان احنا نلبي رغبات الابن او لا نلبي رغبات الابن، ما هو مفيش اختيار ثالث. واما اننا نصحح سلوك الولاد او لا نصحح سلوكياتهم. النوعين دول من التعامل هيطلعوا لنا 4 انماط من الولاد. ركزوا حلو قوي في النقطه دي. اول نوع الابن المتزن، وده يطلع ازاي؟ الابن ده اللي احنا بنلبي رغباته مع تصحيح سلوكياته. مثال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل من المنبر وساب الناس وحمل الحسن والحسين. اللقطة دي فيها ايه؟ فيها لين، فيها رفق، فيها حنان، فيها تلبية لرغباتهم. هم كانوا عايزين الرسول صلى الله عليه وسلم يشيلهم، فهو نزل وساب الناس وشالهم. الموقف الثاني الحسن او الحسين لما اكل من تمر الصدقة، الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع وأخرجها من فمه وقال نحن آل البيت لا نأكل الصدقة. ما قالش مش مشكلة أبقى أحط مكانها، أو قال ده طفل صغير، أو قال دي تمرة يعني حاجة صغيرة. فهنا الابن يطلع يعرف حقوقه وحدوده، فيطلع شخصية متزنة. النوع الثاني بنلبي رغبات الابن دون تصحيح سلوكياته. ده الدلع والدلال، بيطلع لنا شخصية هشة ضعيفة متواكلة، دايما معتمد على غيره، لأنه تعود إنه اللي عايزه بياخده لكن هو ما بيعملش واجباته، يعني تعود على الأخذ فقط. النوع الثالث بنصحح سلوكياته ولا نلبي رغباته. هنا بيبقى فيه بخل من الأهل بالمشاعر، بخل بالوقت، بخل بالمال، وده بيطلع الطفل للأسف محروم، يكبر وطول الوقت حاسس إنه عنده نقص. النوع الرابع لا بنصحح سلوكياته ولا بنلبي رغباته، وده الطفل المهمل اللي هو عايش كده في الحياة مفيش أي حد مهتم بيه. النوع الثالث والرابع لما بيكبروا بيتصرفوا تصرفات طفولية من بقايا الطفولة، مش بيتصرفوا بعقلية حد راشد ناضج. دايما بيجربوا كل حاجة اتحرموا منها وهم صغيرين، ولكن بيجربوها بتطرف دون اعتدال. يبقى نعم طول الوقت بتنشئ طفل هش، لا طول الوقت بدون مبرر بتنشئ طفل ضعيف وانقيادي، او العكس
طفل متمرد وعنيد. يبقى ملخص الحزم، اول حاجه يبقى عندي اصرار وثبات على المبدأ بدون عنف، مع تصحيح سلوكيات الطفل، مع تلبية احتياجاته المادية حسب قدرتي، والعاطفية دي هتحقق لنا اللين والرفق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وحديث تاني: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وأخيرا أوصيكم بالدعاء، والسلام عليكم.